فنجان شاي النهارده بيشرفنا الشاعر الكبير الأستاذ سمير عبد الباقي. صباح الخير، بنصبح على حضراتكم من جديد في فقرتنا فنجان شاي. النهارده بيشرفنا شاعر كبير اهتم بكثير من اوجه الابداع الادبي، اهتم وانتج وابدع في القصه القصيره وفي المسرحيه وفي الروايه وفي الشعر الفصحى والشعر العاميه ايضا، ولكن الشعر العاميه دائما كان الاقرب الى قلبه والاقرب الى قلب المواطنين بشكل عام. هو مناضل بالفطره ودفع الثمن غاليا وكثيرا وعلى مدار السنوات الطويلة، ولكنه لم ينحني ابدا غير عابئ بمال او بشهرة او حتى بشلة تشد من ازره وتروج له ولاعماله في الاوساط الادبية. بيشرفنا النهاردة الشاعر الكبير الاستاذ سمير عبد الباقي. صباح الخير يا استاذ. يا ست اشكرك للتقديم اللي انت عملتيه ده، كنت لسه صدر بيه الكتاب اللي قدامك ده. يعني تقديم عظيم وجميل وانا ما استحقوش الحقيقه خالص يا فندم، تستحقوا اكتر. ربنا يخليك. ان شاء الله ممكن نضمنه في الطبعه الثانيه. لا انت اصل انتوا يعني معلش جبتونا بدري، فانا اتفرجت على الفقرات اللي فاتت. فالحقيقه هبدا ازاي الكلام عن مسيره 70 سنه وانا اتنكدت وكدت ابكي من موضوع جابر. لانه يعني انا الموضوع جابر ده موضوع يعني هو بيجسد ان الواحد بعد 70 سنه يصبح حلمه زي الطفل جابر ده اللي نايم مشلول. وبعدين انا جميل ان انتوا لا بالعكس، ده التبرعات اللي جايه شيء مفرح الحمد لله. بس وبعدين ما هو انا مثلا مقدم استقالتي من اتحاد الكتاب لسه اول امبارح بسبب ان احنا برضه بيموتوا الكتاب بتوعنا ولسه اخرهم يوسف وريا ومحمد الحسيني، وبعدين نضطر نقبل هبه او منحه من احد الامراء لعلاجنا. طب وبعدين مصر مش صغيره، مصر مش فقيره، مصر غنيه، مصر كبيره قوي. مصر كبيرة ومصر عظيمة، ولكن بقدر العظمة وبقدر طيبة شعبها بقدر المشاكل اللي فيها. الجانب الإيجابي أن هناك تبرعات، هناك احتضان. يا ريت الجانب الإيجابي ده يوصل إن مثلا بدل الناس ما تقوم بنفسها تحرق البهايين، وإن إحنا نعالج نفسينا وإن إحنا نعلم أولادنا بنفسينا. حلو قوي إن الشعب يقوم بكل ده، بس يا ريت تسيبونا نحكم نفسينا. عموما هو ده الأهم، لو حكمنا نفسينا يمكن كل الحاجات دي تتحل. هو إحنا مش بنحكم نفسينا؟ لا، هناك من يحكمنا. انت هتتكلمي بده، اقول لك رجال الاعمال والنظام الساكن بقاله سنوات طويله عشرات السنين لا يتغير، لكن هناك يعني انتخابات رئاسيه وهناك حريه وديمقراطيه وتعبير عن الاراء. انا مش عايزك تتخطي حدود المحطه الحمراء، يعني احنا مش عايزين نخش في الجدل. هي مش خطوط حمراء، ولكن يعني مش عايزين نبدا الفقره الحقيقه. يا ريت والله، ما انا بقول لك انتوا عملتوا الموضوع ده فخليتوني قاعد بره بتفرج وقلبي بيتقطع لاني متى. طيب انا هقول لحضرتك خبر ولمشاهدينا اللي ربما يعني يثلج صدورنا. احنا جالنا تبرعات متتاليه الحقيقه، 1000 من فاعل خير، 500 من فاعل خير، و100 من فاعل خير، و100 من طفل صغير تبرع ب100 جنيه من مصروفه الشخصي، وجالنا 2000 جنيه و300 جنيه من فاعلي خير ايضا، و1000 جنيه من جمعيه طريق الابتسامه بالجيزه. بنشكر كل المتبرعين. حتى الان وصلنا الى 21950 جنيه. لا الشعب 10000 جنيه دكتور صلاح من المنصورة، 10000 جنيه دكتور صلاح من المنصورة، يعني معنى كده وصلنا الى 31000 جنيه. 750 يعني خليها 1000، يعني ممكن نقول 32000 جنيه. ده الشعب المصري. ما هو ده الشعب المصري. حضرتك برضه مستني مسؤول زي عمرو؟ لا مش ولا بأمن في الحكاية دي. لا ده الشعب المصري. ده الشعب المصري اللي خلى واحدة، واثناء ما كنا بنجمع الحاجات عشان غزة ست جايبه نص ازازه زيت للشعب المصري. طبعا
على قد حاجة نخش في الموضوع عشان خاطر ما الشعب المصري اللي يعني حضرتك طول الوقت مصمم من خلال أشعارك انه يعيش وانك تعبر عنه في تفاصيل حياته اليومية، حتى وهو صاحي الصبح واقف على عربية الفول واقف بدون اي يعني وبيضحك ومبسوط ومعاه اللمة. هو ده الشعب المصري. شايف الشعب المصري يعني هل في حزن في حسرة عليه ولا شايف ان هو قادر على تخطي الكثير من الفترة الحالية؟ التاريخ المصري كله بيقول ان مصر مرت بفترات صعبة جدا، اصعب كتير من اللي احنا فيها دي، وان كانت دي لاننا في عصر التكنولوجيا والمعلومات وفي عصر قناة السويس والنفط والحاجات دي مش مفروض انها نمر بيها يعني، لكن مصر كانت بتقوم وتعدل هذا المسار باستمرار، وده اللي بيدي امل باستمرار ان ما زال الواحد بيحلم ببكره اجمل، رغم ان كل الاحباطات دي الا ان بكره اجمل بالتاكيد، لان في شعب زي ده عايش هضم كل الديانات وهضم كل الاجناس وخلق البني ادم المصري ده اللي احنا تكوينه غايب عننا. لان الحالة اللي فيها العنف في الشارع لان البني ادم لما بتشوفيه طول النهار بيدور في ساقية لا تنتهي من شغله، يشوف تاكسي يروح لمحل عشان يعيش ويثبت هذا ان هو قادر على الحياة وعلى خلقها. طب تفسر بايه يا استاذ سمير عبد الباقي بانه هذا الشعب العظيم الذي استطاع ان يهضم كل الديانات وكل الاختلافات وكل الانتماءات من الحضارات التي اتت الى مصر والذي يتعاطف مع حالات انسانيه ويعطي الكثير، ولكن في نفس الوقت الذي يعني جزء منه الذي يحرق منازل لمختلفين في الديانه او العقيده؟ هذه ثقافه مستورده او غازيه، ثقافة الوهابيين وثقافة العنف والعنصرية ما هياش ثقافة الشعب المصري. بس احنا اهملنا احياء هذه الثقافة، حتى جرايد المعارضة تصور الجرايد زادت قد ايه؟ الصفحات الثقافية قلت قد ايه؟ كل ما زادت الجرايد كل ما قلت. الثقافة مش ادب وفن وشعر، الثقافة قيم وسلوك. كان زمان ما تعليش صوتك يا ابني الناس تقول عليه ايه، ما تلبسش يا ابني الناس تقول عليك ايه، الناس عاملين حساب الناس. ده مش خضوع للخنوع لآراء الآخرين، لا ده بالعكس ده احترام لهذا التعامل، الجار والنسق القيم، كل ده يعني مجموعة من احنا اهملناه. طب هل القيم نفسها اختلفت حصل فيها تغييرات؟ لا اللي اختل القشرة، الإعلام، الثقافة الرسمية، التعليم، الحاجات دي تجاهلنا هذه الأمور الأساسية واللي الواحد بيرجو إنها تعود مرة أخرى. ده مش تخلف، لأن في النهاية الشعوب احنا دايما عنا على الغرب، وكأن الغرب هو اللي يعني محط الأنظار، ما بنبصش للهند ولا للصين ولا لليابان، وكيف ان اليابان حتى الان في تقدمها التكنولوجي محتفظة بالقيم القديمة، احترام الصغير للكبير والعائلة والعلاقات وكده، ولذلك قادرة انها تواجه كل هذا الطوفان الثقافي اللي جاي، وقادرة بثقافتها هي تصمد قدام الحاجات دي وتنتصر، والصين تغزو العالم محتفظة بكل القيم التانية دي بأدبهم وأخلاقهم وعلاقاتهم. مش مسألة رومانسية للدعوة إلى أخلاق حميدة ومش عارف إيه، لا نظام. النظام أيضا إحنا إدمان أو إلغاء المواطن المصري. إمتى بدأ ده يا فندم؟ إمتى بدأت تحس إنه بعض السمات المميزة للشعب المصري بدأت تختلف؟ مسموح، لأن جت فترة بقت الحكومة هي اللي تشتغل بدل الناس وتقول اقول لك احنا كنا قبل الخمسينات او في الخمسينات اطفال او طلبة في قرية كل صيف بنعمل مسرح للناس وبنعمل نادي رياضي وبنعمل مجلات حيط. فجأة ما بقاش ده موجود، بقى في مركز شباب هو اللي عاوز يمثل وهو اللي عاوز يعمل واحنا بنتفرج عليه، وقت الخناقه على ميزانيه مركز الشباب. الابداع اللي كان عند الشعب المصري ده اللي يصل ان ده قريتنا 100 سلسله عشان تبني مدرسه تقوم تبيع المقابر القديمه والبلد كلها تقوم تشيل المقابر وتساوي الارض وتبيعها
وتبني بها ده المدارس. حصل امتى يا فندم؟ في 50 51. 50 51. ده لان ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى الناس تنسحب من ان هي تقوم بالمهمه؟ في نظام اصبح فيه الحكم شبه عسكري وحكم امني، فاتلغى المواطن المصري، ما بقاش قادر يبدع لانه بقى باستمرار حاطط عينه على الشومه اللي ماسكها خيرة شباب الفلاحين والفقر في السن، عساكر الامن اللي ماليه الشوارع دي اللي فيها 3 مليون، ان هم يروحوا يصلحوا الصحراء، ان هم يدوا جهدهم للبلد مش يبقوا مستهلكين. الحكايه حكايه ان يكون الدماغ بتاع الوطن عنده حلم يحققه، مش حلم شخصي ولا حلم عائلي، لا حلم قوي للناس. عبد الناصر كان عنده حس بالغلابه وبيطلع يكلمهم مباشره رغم اعتراضي وانه حبسني 5 سنين لان انا كنت بقول الديمقراطيه، لان كنت عايز جنب الحزب العسكري اللي بيحكم يا في حزب احزاب مدنيه، لكن كان في حس بالجماهير، وكانت الناس تستنى الخطبه عشان تعرف هو هيعمل ايه النهارده، مش نقعد نتناقش في 5% و10% وحاجه كاننا متسولين في بلد غنيه واحنا اغنياء بيها ولازم نبقى اغنياء بيها ونستحق حياه افضل من كده. طيب اسمح لنا استاذ سمير واسمحوا لنا مشاهدينا نروح نشوف بعض لقطات من حياة شاعرنا الكبير سمير عبد الباقي، ومن ثم نرجع بعد كده نستمع لبعض من قصائده الممتعة. يا بلدنا ليك ياما حتى في سنين المجاعة، وربيعك له علامة العزيز والموت جماعة، مسلمين والله نصارى في عروقنا بيسرين، واحنا ما دمنا فقارة غرقانين في بحر. واعشق هديل الأذان، يا قلبي كون 1000 فارس تحرس عشوش اليمام. شلنا زعف النخل، شلنا فانوس رمضان، كلنا الكحك بسكر والبيض الألوان، وغطسنا في غطاسها وقرينا القرآن، ودقنا عيش الرحمة في النص من شعبان. ويا عيني يا بلدنا يا شرب الأحزان، يا خوف من التوه في بحور النسيان. بحب صوت الكنايس واعشق هديل الأذان، يا قلبي كون 1000 فارس تحرس عشوش اليمام.
رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا بعد ما استمتعنا بقصيدة من قصائد أستاذنا سمير عبد الباقي، وشفنا بعض من لقطاته أثناء يعني حياته اليومية، وهنستمع أيضا وهنستمتع بقصيدة. هي دي قصائد قديمة أيام ما كان القلب لسه مش مثقل بكل الهموم اللي احنا فيها دي. وهقول لك قصيدة من الأيام دي عشان خاطر يعني تبقى تدي، بس هي مسيرة 70 سنة أنا فخور بيها ومش ندمان على حاجة فيها. أنا عشت طفولتي في قرية مصرية زي كل القرى، هي قرية متسلسيل اللي أصبحت الآن زي كل القرى المصرية بتتغير وتبقى مدينة وتتحول من القرية اللي نعرفها الرومانسية البسيطة اللي فيها إلى مدينة مليئة بقى بالفيديو والأتاري والصراعات والملابس المستوردة وكده. درست في كلية الزراعة عين شمس، ودرست في مدرسة زفتة كشك في زفتة، والمنزلة الثانوية ودمياط الثانوية والأيوبية الثانوية في المنصورة. يعني لفيت. تجولت في الدلتا كلها؟ تجولت كتلميذ، وبعدين جامعة كلية الزراعة. لكن بعد كده لما اشتغلت في الثقافة الجماهيرية لفيت مصر من أسوان لمطروح للعريش، وتعرفت على أدبائها وفنانينها وكده، وده كانت حياة ثرية. ليه أصدقائك أطلقوا عليك طفل ال70؟ والله هو أنا اللي قلت طفل ال70 باعتبار أن أنا كنت كاتب أطفال، وتوقفت عن الكتابة الأطفال لأن الطفل اللي جوايا مات معلش ما تزعليش، ومش هطلب له تبرعات ولا حاجة، بس هو لأن أنا رأيي إن كاتب الأطفال لازم يلاعب الطفل اللي جواه ولازم يكون على مستواه. ولذلك أقول لك مثلا حاجة، هو كلام قديم جديد، لازم تبقى نظيف من جوه. الطفل هو الوحيد اللي نظيف من جوه، لازم تبقى نظيف من جوه علشان تعمل فن جميل. الفنان مش نص فتوة ولا عصبنج من المخاليل، والشاعر في حقيقته القوة للناس المهدودة الحيل. روح الفن حنان ومروة، والفنان إنسان ونبيل. ازاي يكتب كذاب قصة للأطفال ويربي العقل، وازاي كاتب أصله حرامي يبقى محامي وصاحب فضل، وازاي روح الشعر هتسكن قلب النجل قليل الأصل، وازاي غنوة تملك قلبك لما يقولها خسيس وعويل. ممكن تبقى ضعيف او خايف، ممكن لما تحب تخيب، حتى لو اعمى او مش شايف، لكن مش خايف او ديب. اهلك فقراء او هاي لايف مش فارقة، لو كنت اديب هتكون اغنى الناس لو عارف تعطي الدنيا حلم جميل. ممكن كلمة جميلة تشكك زي الوردة لكن ترضيك، ممكن صورة تعصر قلبك زي الريح قصة تعريك، ممكن بيت من الشعر يهزك لكن الشاعر ازاي يأذيك. عمر الشاعر ما يكون داعر، ده الفنان في الليل قنديل. النحلة كان اصلها دودة، لكن الدودة ما تعطيش شهد، والهمة الخيبة المهدودة اشف ريح ما تهمش حد. الموهبة هبة لو محدودة تملى القلب اليابس ورد، وعلى القد تمد حدودها لحد النور ما يهد الليل. يلي قبلت خصاب الدول ارفع راسك شوف الشمس. روح الانسان مش محدود ولا موجود في حواسه الخمس. نبض الفن حياة وجود، ارحب من دهاليز النفس. المزيكا ماهيش في العود ولا بطنك نبع المواويل. لما انا في هذا الجو اللي في السبعينات مليء بالمؤامرات والخلافات الطفل يبقى صعب ان انا اصحيه عشان اكتب للاطفال. أستاذ محمد مستجاب قال لو كان هذا الشاعر يملك نسبة معقولة من الشر مع تخفيض نسبة الشعر لأصبح واحدا من أشهر الثوريين في العالم كله. انت فكرتيني بمستجاب الله يرحمه، ده نموذج للكاتب المصري الأصيل الساخر. ولكن بيقول كان لازم شوية شر. لأن هو ده رأيه ان السياسة فيها شر، والسياسة احيانا الشر هو بيعميها، ولما بيضلوا السياسيين لانهم اصبحوا اشرار
فهو قصده كده يعني ان انا لان بشتغل بالسياسة كان وبالادب، فالادب محتاج الشر يضد الادب، لكن مع السياسة لازم يبقى موجود. ولذلك هو بيقول انه قابلني سنة 1907 يعني في بداية القرن الماضي لما كانت الثورات بتقوم وكده يعني انا طبعا مقدم الكتاب بالكلمة دي لأنها يعني من أعز الكلمات اللي اتقالت. في كلمة كمان هامة لشاعرنا الكبير الخال عبد الرحمن الأبنودي. ولكن قبل ما نروح لكلمة عبد الرحمن الأبنودي عايزة بس أتكلم، إذا كنا بنتكلم على الشر عايزين نتكلم على النقيض تماما، عايزين نتكلم على الخير. مدام نبيلة طه عبد الله اتبرعت ب10,000 جنيه، ومدام نبيلة الحقيقة وصتنا نقول رسالتها، احنا مش مستنيين حاجة من حد، لا من المسؤولين ولا من الكبار. وصلت رسالتك يا مدام نبيلة وبنشكرك شكرا جزيلا. لغاية دلوقتي وصلنا ل 43,250 43,250 يعني انا عاوز اتبرع والله. فاضل لنا 29,750، ده اللي باقي 29,750 حتى يعني نوفر لجابر عدد الحقن. نرجع لعبد الرحمن الأبنودي. عبد الرحمن الأبنودي قال قصائده نواح من نوع فريد. انا علاقتي بعبد الرحمن الأبنودي معقده شويه، لان احنا تقابلنا في منتصف الستينات وكنا في مكانين مختلفين سياسيا يعني، فما تصاحبناش قوي. لكن انا احتفظت بعلاقه ود معاه حتى الان، وهو احتفظ بيها برضو، كل واحد على طريقته. لكن باستمرار انا كنت ضد الخناقات اللي بتحصل بين الشعراء والصراعات، لان كان ابونا فؤاد حداد كان يقول على الخناقات دي انها مش خناقات شعر، دي خناقات شعراء. وبالتالي انا ما فيش بيني وبين اي شاعر بجد حقد، او لان ما البلد محتاجه عشرات الالاف من الشعراء. حضرتك ركزت على شاعر بجد. أنت تعتقد انه على الساحة عدد من الشعراء اللي مش بجد ولكن واخدين ربما اكثر من حقهم؟ طبعا لكن في شعراء بجد مفيش عليهم اضاءة خالص، وفي شعراء بجد من الصعيد من اول اسوان لغايه ما تيجي لغايه مرسى مطروح. هل شعرت انك تعرضت بالفعل للتجاهل الرسمي والاعلامي خلال سنوات؟ لا، هذه مساله انا رضيت بيها لان انا اللي اخترتها. انا اللي اخترت مكاني واخترت موقفي وتلقيت الضربات، ما زعلتش، لان انا لو عشمان في حاجة مني كنت ازعل. انما والحمد لله انا راضي عن موقفي. والان انا بعد سن 70 انت بتجيبين اهو في دريم وتعملين على ان الشاعر الكبير اللي كذا، ده تتويج لرحلة كبيرة. وفي كتاب طلعته الثقافة الجماهيرية عن رحلتي مع الاخوة اللي كتبوا عن رواياتي وعن قصائدي وعن شغل الاطفال، وهذا يكفيني. لا، وانا كنت يعني هطبعه على حسابي عشان احتفل بنفسي، لكن رحموني لان يعني كان هيبقى عبء ثقيل عليا. حكايه بقى الطباعه على حسابك، حضرتك طبعت الكثير من الدواوين على حسابك، بالاضافه طبعا لدوريه شمروخ الأراجوز. ايه الحكايه؟ على حسابك على حساب ولادي كمان، على حساب رزق القليل. ليه؟ لان انا لما وديت اول كتاب كلام من القلب لهيئة الكتاب، قعد طالع رايح سنة 64، طلع بعد الهزيمة في 67 وكان متناقض مع يعني بتتأخر يا اما بيرفضوني. وتعلمت جدا عشان اقنع الرقيب بان القصائد دي ما ينفعش تتشطب وتشالت منه قصائد. فقررت ان انا اريح نفسي من هذا العذاب. يعني على حسابك ده قرار عادي ان انا عندي شعر مش هقعد استنى مع حد. ربما الفترات يعني بتختلف والمسؤولين صحيح. وعشان كده طبعت لي هيئة الكتاب كثيرا، طبعت لي دفاتر ابن عبد الباقي، وطبعت لي مسرحيات، وطبعت لي كتب اطفال. لكن في الشعر بقى في اللي هو صعب، لان ما يقدرش غيري يتحمل مسؤوليته. فانا بتحمل مسؤوليته عشان يبقى انا اللي جبته لنفسي، ما حدش جابه. من علامات تحمل المسؤوليه قضائك لفتره الاعتقال من سنه 59 لسنه 64. قضيت الفتره دي في المعتقل وكنت مع الشاعر الكبير العظيم فؤاد حداد.
بماذا أثرت فيك يعني هذه الفترة من الاعتقال، وبماذا يعني تأثرت وتعلمت واستفدت من العظيم الراحل فؤاد حداد؟ هذه الفترة كانت مدرسة. أنا قعدت 30 شهر في سجن المنصورة بزنزانة انفرادية، لكن قدرت بعد كام شهر أتعرف على السجانة وعلى حتى نائب المأمور وعلى المساجين، وأعمل لنفسي جو عام كأن أنا واحد منهم. وبالتالي قريت مكتبة السجن اللي كان فيها عشرات أو مئات الكتب المختلفة من إسلامية واشتراكية، وكان فيها مجلة المقتطف وحول مجلة يعقوب صروف القديمة بتاعت العلم. كل ده قريته في سجن المنصورة. لكن لما رحت الواحات رحت مدرسة، لأن كنت في حاجة اسمها أوضة الفن، أو زي ما قال عليها فؤاد حداد الفنفن. كان له كلمة شهيرة عن صديق لنا اسمه هون، يقول له أنا اسمه هون ساكن في الفنفن ودي أحلى زنزن، في أوضة 6 ودي أحلى زنزن. كنا عاملين فرق مسرح، كان معايا حسن فؤاد، صلاح حافظ، محمود العالم، فتحي خليل، اسماعيل صبري، فؤاد مرسي، فؤاد حداد، شريف حتاتة، هعدلك مين ولا مين ولا مين. وكان فيهم كمان ابويا سليم، يعني ربنا يرحمهم كلهم ويدي الصحة لدكتور شريف حتاتة. ولكن كنت مع نخبة من المثقفين والمفكرين والرسام كل مش هم بس، يعني كان في العمال والفلاحين. ابويا سليم ده عامل زراعي وكان قائد كبير، ده كان ابويا الروحي. وازاي كنا بنشتغل في المزرعة مع بعض ومع اخرين، مع حسين عبد ربه ابن بلدنا اللي انا عشت معاه من طفولتنا خطوة بخطوة لغاية وفاته الله يرحمه. يعني هذه المدرسة مش ممكن البني ادم في النهاية زي الفنان زي الشجرة تتوقف ثمارها ونموها على حاجات جينية وحاجات صفات وراثية، وعلى الهواء اللي بتشمه، وعلى المية اللي بتطلع لها من الارض والغذاء اللي بتاخده. وبالتالي وبيطلع بقى اذا شجرة الجوافة مش ممكن تقولها تطرح ليمون، هتطرح جوافة برضه، بس في فرق بين شجرة وشجرة مدى استيعابها ومدى خضوعها للظروف الطبيعية والموجودة. فانا عايز اقول ان كانت فترة السجن دي من ارقى المدارس الفنية. انا ال 30 شهر اللي قعدتهم في سجن المنصورة يمكن رحموني من عذابات ابو زعبل ومن تجديرة الواحات، لان انا رحت لهم سنة 62 كانت الحياة السياسية بدأت تفك، وبدأوا يبقى فيه بشرة ان احنا هنخرج السنة دي، هنخرج الشهر الجاي، هنخرج الشهر اللي بعده، وبدأ يبقى فيه مسرح وفيه يعني هقول لك ايه ولا ايه، لما حكايه انا على كل بكتب في سيرتي الذاتيه، وفي فصل خاص اسمه زمن الزنازين بحكي فيه. من زمن الزنازين خرج عدد كبير جدا من المثقفين والنخبه اللي اعتقلوا في هذه الفتره، ولكن الحقيقه البعض التزم بمواقفه نفسها، والبعض الآخر يعني ربما اختار طريقا آخر مخالفا تماما لما سجن من أجل. شوفي يا مهلك، هو طبعا البني آدم مفروض ان هو ابن ظروف مجتمعه وظروف تطوره والظروف اللي هو بيجمعها. انا لما لا اغضب من واحد قال انا ما اقدرش اكمل واقعد في بيتي، لكن اغضب من اللي يبدأ يجند نفسه ضد مبادئه. ارتاح واقعد، وكل الناس بترتاح. ربما يقول البعض انه ما جندتش نفسي ضد مبادئي، ولكن ربما التزمت الحياة. عدد كبير من الشعراء والمثقفين يعني التزموا الحياة في كثير من المواقف، بس كتير يعني كتير فضلوا باقيين، وفي كثير تقبلت ذلك. لا تقبلت دي عذابات كثيرة ومشاكل، وعايزة قاعدة غير التواصل المباشر ما تجاهلتهم. او في ناس اتصدمت فيهم، بس في ناس اتصدمت فيهم. بس هو اهم حاجة ان انا بحترم اي واحد ادى اليوم من حياته في سبيل قضية هذا الوطن. اي واحد بذل اليوم او 10 او 5 او سنة بحترمه جدا، لان بحس ان ده جزء من وده علمهولي احد الزعماء اللي بنفتقدهم دلوقتي اللي هو زكي مراد. نفتقده في الساحة ساحة المعارضة اللي مش لاقية طريق للفعل المباشر، ويعني ما زالت في مرحلة
الهيجان والتحليل والغضب والكده يعني. على اي حال انا عايز اقرا لك قصيده من الاواخر عشان خاطر انا عارف ان يمكن الوقت ازف يعني. فدي قصيده اسمها في قبضه زي الحديد. سهران بتدي للنجوم مواعيد، تحسب مواقيت القمر للعيد، ليلك يعدي فتتعشم في صبح جديد، والقلب كمكوس ذرة فرفط وهو اخضر، وما صدقكش العنب ولا نام في ظلك توت، ولا اليمام اليتيم فاكر مواعيدك، وتابوت غيط الطير بينكر ليه شاكوش سيدك، مات النخيل اللي زرعته بايدك، لا في السر مين خلصت صباحات الخبيز والعجين، العيد رحل باين مع الميتين او قول مع المقتولين، اللي ما بنحقش صوتك يوعى اساميهم، ابوك سليم مات ولا شفتوش، ندعت عليك بنت خالتك من حلاوة الروح، ردت عليها الصرخة نخلة ياسين يوم 5 يونيو وكنت لساك سليم نية بقلب سليم، شاقت نسيم عصرية يوم الصيف، آهت صبي عاشق يقسم مع اصحابه صحن المش بالمليم، مجنون بيتصنط لمكن الطحين، نفس البنات من فقرها انسدت، صوتهم بيشرخ ضلوعك بعد ما تهدت، لون الغروب اختلف والنهر نتن بعد ما كان نيل، كتير عدت غرقت ولا سدت، والبحر صابه التلف نقبك على شونة، النقطة نزلت قبل مواعيدها، حتى البصل عفن وسقطات البيبان العجوزة من التعب صدت، كان فرصة تختار هدوء الموت لكن عدت، واصحابك الخيبانين هجروا المراكب ورحلوا، تاهوا في موج الزمان النازل على الشطين، واللي انت حبيتهم واللي انت من غدرهم مليت وهاجرتهم، فاتوك لوحدك وحيد على البر وحدك زي لحن قديم في جنة عدن، تغزل مواويل الاكتئاب والألم، يصعب عليك الخط وتبري الألم، سهران بتدي للنجوم مواعيد، تحسب مواقيت القمر في العيد، تظن ليلك معدي وهو كالرسخة، كاتب مراوح قلبك الموصول بقلب الوطن، قبضة كمثل الحديد، وبرضه ما زلت زي القط تتنفس 7 أرواح، ومتعشم في صبح جديد، يعيد زمان الكارتة النمش، ذات الخدود الحبش، وعيون سارقها الحزن من برسيم. الله، بس كل هذا الحزن 70 سنة دخلت اتحطيت في النار المغلية واترميت في النار الباردة، ودخلت حروب وحضرت الحرب الأهلية في لبنان، وحضرت مشاكل اليمن الجنوبية، وحضرت فيضانات في رومانيا، وحضرت بدايات انهيار الاتحاد السوفيتي، وحضرت النكسة. والنكسة أثرت فيك جدا جدا طبعا، والحمد لله. فاكر اليوم حتى الآن يا أستاذ سمير، ازاي كان يوم 5 يونيو 67؟ انت هتضحكي لان انا يومها كنت موجود في الشغل عندنا وراجع من نبطشية صباح 5 يونيو، متأخر شوية كده لان كان عندنا نبطشية بالليل، فلقيت ناس على اسم الازبكية اللي في اول شبرا بيضربوا عساكر، 3 عساكر معفرين ومبهدلين، والناس بيقولوا هربانين من الحرب وباقي الكلب بيضربوا فيهم. انا طبعا برضه بصيت وقلت هربانين من الحرب، فاتضايقت ومشيت. لما رحت البيت واكتشفت وسمعت ان دول راجعين مهزومين، وان فكرة الطيارات اللي كنا بنهلل لها في الشارع دي كذبة، فكانت كارثة طبعا. قالت كان الواحد خلتني في 9 يونيو اخرج اصرخ مع اللي صرخوا. قبل يعني هذه الكارثة لما تقع احد اصدقائك نبهك لحاجة؟ ايوه، قبلها بيومين كنت رايح اقول شعر في رود الفرج في بولاق، في الشارع اللي هو الوقت بقى سوق بوتيك لكل بقايا البضاعات الاجنبية، وانا رايح فرحان لان نعيمة وصفي قالت لي قصيدة رسالة الى سلمان،
والمرحوم احمد بدرخان عملها فيلم تسجيل قصير، ويا سلمان يا ابني ازيك وازاي اللي معاك، وجوع يكون عندك فكر احنا مش عارف هنعمل ايه في القمح وهنعمله، خليك انت ولازم تجيب راس عدوك وحاجات زي كده. ورايح بقى لان كانت مديحه حمدي ونعمه وصفي احسان القلعاوي هيقروا لي شعر. انا رايح بقى فرحان، وكاميرات البلاد المتحرره العالم الثالث بتصور، وناس عامله بتبيع ترمس، واللي بيبيع فول سوداني، واللي بيبيع حمص الشام، ومهرجان زي مولد سيد ابو العلا. فانا نازل من الاتوبيس لقيت وش في وش شاعر جميل اسمه توفيق خليل، دلوقتي في اكبر مني ب10 سنين، لكن شاعر جميل ومن عيله كلها ثوريين، قريب كمال عبد الحليم وابراهيم عبد الحليم وفؤاد عبد الحليم، واخوه كذا له اخ برضه كانوا معانا في السجن. فشايفني نازل كده، قال لي رايح فين يا؟ قلت له هنقول شعر في الاحتفال، ما تيجي تسمع. قال لي يا ابني كذا، شتيمه يعني، هي دي ناس رايحه تحارب؟ بص حواليك كده وشوف الناس دي رايحه تحارب. ففعلا انتبهت ولقيت عرق بارد بينزل في ظهري، وناس فعلا هايصه وعامله زيطه وعامله مولد يعني زي رايحه تحارب. فما دخلتش الشارع، رجعت ورحت راجع ماشي لغايه بيت حماتي في اول شبرا، وانا مكتئب جدا يعني. ما فاتش اليومين دول الا وحصلت الحكايه دي، لان هو احنا اتسرقنا، احنا اتخذنا سرقه، اتخذنا غادر. ناس كتير جدا يعني كانوا بيحاولوا يفسروا انه عدد كبير من الناس، واثناء خطاب التنحي للزعيم الراحل جمال عبد الناصر خرج ناس كتير جدا. البعض قال الناس دول كانوا مأجورين والاتحاد الاشتراكي طلعهم وبعض الجهات طلعتهم، البعض الاخر قال لا كنا في صدمه وما كناش واعيين ايه اللي بيحصل، ولكن يعني كان طريقه للالتحام بكل الشعب المصري. حضرتك خرجت ليه؟ اقول لحضرتك، انا سمعت الخطاب، فاكر خرجت في البلكونه وانا هكاد ابكي، وبعدين لبست ونازل، فقالت لي مراتي نجلاء انت نازل رايح فين؟ قلت لها رايح اشوف المصيبه دي، اشوف ايه الحكايه الناس. نزلت الشارع لقيت شباب جاي بيزعق وبيعيط وبيقول لا لا لا، شارع جديد بدران. يا دوبك وصلت اخر الشارع لقيت شارع الترعه وشارع شبرا ترش الملح ما ينزلش. لو الاتحاد الاشتراكي اللي خرجهم كان احنا نبقى اختلفنا. انا ليا تفسير، انت طول ما تبعيد الناس عن السياسه ويبقى انت اللي بتلعب سياسه بدلهم، وهم حطوا ثقتهم فيك يا عبد الناصر، وانت بتخطب تقول يستنوك هتقول ايه؟ ارموا نفسكم في البحر، هترموا نفسكم في البحر، وفجاه تحصل هذه الصدمه. فلازم يتصرفوا تصرف ممكن تسميه اي حاجة، لكن هو ده التصرف الوحيد اللي يعملوه، بيخرجوا بهمجية بتلقائية. يعني ما كانوش معترضين على عبد الناصر، ولكن كانوا يدعون للبقاء. وعشان هو انت يعني عملت ده او سيبنا ليه؟ لازم نستنى ولازم احنا هل كانت دعوة الى بقائه لتحمل المسؤولية؟ تحمل المسؤولية، وان احنا نقدر نحارب تاني ما توقفش. حتى لو جم هنا دخلوا القاهرة نحاربهم. لما وصلنا العباسية في الجري ده حصل ضربات مدافع في الجو، الناس اختلفت، الناس قالوا ده في غارة، وناس قالوا لا ده الجيش بيحيي الشعب. يعني الناس كان لها رأي كده بيطلع تلقائي، زي ما قال زكريا محي الدين، فراح يقول لا الناس بعضها لا ده اللي خلى الرز ب6 سنة ونص. 6 سنة ونص. كان 6 سنة ونص. دلوقتي كام؟ الله اعلم، 6 جنيه. انا عايز اقول لك ان التلقائيه دي نتيجه انك حجبته عن العمل السياسي المنظم المبرمج اللي له استراتيجيه وله تكتيك وناس بتشتغل مع بعض، ناس افراد. في الوقت ده ما كانش فيه احزاب، كان فيه الاتحاد الاشتراكي. دلوقتي في احزاب. هل شايف انه الناس دلوقتي بدات تنزل للعمل السياسي؟ انا رايي الاتحاد الاشتراكي مازال بس باسم الحزب الوطني. هو نفس هم نفس الرجال، هو نفس الاسلوب، الابعاد والتجاهل. يعني انا طب ماذا عن الاحزاب الاخرى؟ ما هو الاحزاب الاخرى بقول لك لانها لفتره طويله، السياسه دي اصلها ما هياش دواء هنجيب العلب وناخدها في مواعيد محدده. السياسه دي تدريب، والتدريب حرب. الفيتناميين حاربوا ليه؟
لانهم اتمرنوا يوم بعد يوم وخدوا تجارب واخترعوا مخابئ وخنادق وكده وجربوا ووقفوا وصمدوا وجاعوا اللي فتعلموا الحرب. احنا ما تعلمناش الحرب، احنا كنا بنبعد. حتى لما حصلت حرب الاستنزاف كان في فرق بين مصر في السويس ومصر في القاهرة، واخد بالك؟ دي حاجة. الحاجة الثانية ان ما اشتغلناش بالعمل السياسي بحيث يبقى عندنا خبرة ازاي نتلم ونتجمع بشكل مؤثر. فافراد بنتلم زحمة ونروح زحمة. ولذلك 9 و10 يونيو دي كانت مثال لهذا التجمع التلقائي الغير مبرمج. ممكن ناس استفادت بيه، ممكن النظام نفسه حوله لانه يغير اموره، انما حقيقة الامر الناس خرجت بهذه التلقائية، لان الاتحاد الاشتراكي كان اعجز انه يخرج الناس دي الا باغراءات ما لناش داعي. استاذ سمير، بتسمع لمين من شعراء العامية المصريين؟ تسمع وتستمتع؟ بسمع لكتير، الله يرحمه محمد الحسيني والنجم والعبد الرحمن الأبنودي وانت دخلتني في سكة الأسماء، وعمر الزراع ومسعود شومان والمصباح المهدي وسمير الأمير وناس كتير قوي قوي. يعني كده الذاكرة مش مسعفاني، لكن في عشرات من شعراء العامية. بس هم فين؟ مين بيسمع لهم؟ مفيش. انا عندي 45 ديوان، مين قراهم؟ حتى اللي انت شايفهم دول قروا بعض، اللي انت شايفهم في الكتاب قروا بعض الحاجات. انا دلوقتي بس هي مشكلة مين؟ هي مشكلة الشاعر والمثقف المصري المنزوي، ولا مشكلة المواطن اللي هو ربما مشغول في تفاصيل كثيرة جدا في الحياة وهو منتظر؟ يعني لما بيلاقي الشاعر بيروح له من خلال اي قناة من القنوات، اقصد يعني طريقة للتواصل، ما بيقولش لا. فين الطريقة دي؟ يعني مراكز شباب وفصول ثقافة. لا ده شوفي، انا اصلا الهم كتير قوي. وفي واحد صاحبي اسمه الدكتور احمد مرسي قال لي ما تفكش زكايب الهم، لان الهم كتير. انا عشت في الثقافة الجمالية 30 سنة. في صعوبات شديدة. اذا الثقافة المصرية تحكمها البيروقراطية والامن. يعني انا لما اروح ندوة في ابو حماد لنادي الادب، الاقي يافطة كده التعليمات، اللي يخش القصر يعمل ايه واللي يخش القصر يعمل ايه وكده. وبعدين اخش الاقي مجموعة الشعراء اللي هيقولوا هم اللي حاضرين. يا ابني انت وهو ما تجيب ابن خالتك ولا تجيب ابن عمتك ولا تجيب صاحبك اللي على القهوة. مفيش تواصل. الادباء في حارة بيقولوا لبعض. يعني المسألة اصلها ما هياش مجرد ازمة تحليها بفتح زرار التلفزيون. ما فيش برامج اصلا بتقدم الناس تقول شعر كده. يعني حتى لما نروح ندوات يبقى 14 واحد عايزين يقولوا في وقت واحد، ما حدش يسمعهم. ما فيش حركة نقدية مواكبة تبين للناس ايه وبعدين النقاد بيريحوا نفسيهم، بيكتبوا عن المكتوب عنه، بيكتبوا عن الجاهز. انما الشعر العامية بالذات محتاج رؤية يفتكرها الناقد بنفسه من خلال ثقافته هو، من خلال قرايته للأدب الشعبي واستنباطه قوانين خاصة. دي شيء متعب. الناس مش فاضية برضه لأنها في دوامة أكل العيش تعبانة. فده شغل الوزارة وشغل السلطة وشغل إنها نبص لنفسنا قوي ونفكر ما نخضعش للمألوف، لأن المألوف غير صحيح. يعني عموما الحقيقة هي رؤية واقعية وحقيقية لواقع مصر الثقافي الخاص بالعمل الثقافي والتواصل الثقافي. اعتقد كده حضرتك يعني فضيت كل زكايب الهم، ولا لسه في؟ لا ده زكايب هم انا كتير. اصلا انا مسمي نفسي النكدي، وعندي في مسرحياتي شخصية اسمها النكدي، اللي هو اصل يعمل مراية قدامك كده باستمرار. طب بتلعب كتير يعني بالالفاظ وبالمصطلحات. طبعا عندنا الشرق الاوسط حضرتك خليته الشرق الاوسط. يا ريتني جبت القصيدة دي والله ما دام متعودين دايما على شكاوى الفلاح الفصيح. حضرتك سميتها شكاوى الفلاح الغشيم. الفلاح الغشيم طبعا يعني لفظ الاستعمار والمقابل ليه حضرتك اللي ابتدعته وهو الاستحمار. وطبعا الرباعية وربع، يعني دايما بنعرف رباعيات الشعر، ولكن حضرتك أسست رباعية. اقول لك الرباعية وربع ما هي دي احدى امراض الحياة الثقافية، بس هي يعني نفعتني في ان ابتدعت الشكل ده. طبعا هو في موال خماسي
فدي ممكن تبقى موال خماسي بس هي مختلفة، لان انا بخلي السطر الاخراني بدل يا عجبي او عجبي بتاعت صلاح جاهين، يعني هو كان يعمل رباعية ويقول عجبي، انا برد بالسطر ده على الهم اللي معمول ده، لاني لما عملت رباعيات ممكن تقول لنا اي من الرباعية وربع؟ عملت طبعا، لا عملت رباعيات ابن عبد الباقي. فللأسف الشديد بعض الإخوة الشعراء الشباب احتجوا وقالوا الرباعيات دي ده عملها صلاح جاهين محدش يقدر يعملها تاني، ونسيوا ان الرباعيات دي جزء اساسي من الادب الشعبي منذ عصور بعيدة، ومنها العديد بتاع الفلاحات. يعني مش شايف كده انه كتير الحروب يعني الشعرية يعني الشعراء من كل الاجيال بيتحاربوا مع بعض، بيتحاربوا بعض ويعطلوا وصول الشعر الجميل للمواطنين؟ بيحصل يا ست الكل. السبب الناس في حارة ضيقة، وفي حاجة اسمها ثقافة الزحام. الشعراء دول لو مطلوقين على الناس بيقولوا لهم شعر في الكفور ده بجد، وفي اهتمام براح اكتر، بيبقى في براح اكتر واقل مشاكل. الناس يا دوبك عندها خمس ست جرايد، وبعدين اتقفلت مثلا صفحة الادباء الاقاليم في الجمهورية. طلبت من اتحاد الكتاب ان يتدخلوا، او هو الراجل رئيس تحريرها بعت لنا، فالاتحاد قال لك احنا مالناش دعوه، ما نقدرش نكلم رئيس مجلس اداره الجمهوريه. لا، كاتحاد كتاب تدافع عن النافذه، لا صفحه اسمها ادباء الاقاليم. بص لكل الجرايد دي ما تلاقيها ما فيهاش صفحه ثقافيه، ما فيش. ولكن الحقيقه جريده البديل فيها صفحه ثقافيه وادبيه مهمه جدا، الى ان تختار الرباعيه والربع. النهارده للاسف اخر عدد فيها. ما هو ده يعني خبر حزين، كنا يعني نريد ارجاؤه قليلا حتى يجد في الامور جديد، والله انا زعلان، ولكن يعني عندنا امل انه يكون في توفيق للاوضاع، ولكن الحقيقه خبر وانا فوجئت النهارده انهم ناشرين فيها استقالتي من مجلس اداره اتحاد الكتاب كامله، ما اعرفش ازاي وصلت لهم ونشروها. فيعني قلت يا اخوة طب ليه بس يحطوني في اخر عدد كده كأننا اللي قفلتها. جاهزة الرباعية والربع؟ بعد كده هنختم بتفاصيل الخبر الجميل. الشعر على مد ايدي ما خلفش معاد، في محب دب الألم زبد النغم يصطاد، علشان ملوش غير عزوة في ضروب الألم، وانا ماليش غيره وانتي ملهمة واولاد، لذا هوايتي قصدتي حمايتي من الجلاد. الله. اول ما نام الخيول ترمح في وجداني، خيول طليقة وخيول تشكمها احزاني، خيول مخاوية الخطر وخيول كسرها اليأس، إلا انت يا قادرة مهرة حرة هجراني، بركض وراكب سلاسل عمر حرماني. مين؟ مصر. ما هو انا اصلي معلش، ما هو ناس بيتهموني، بس انا برضو ليا قصائد في الحب وكده. لا، ما احنا غالبا قصائد الحب وكده هيكون لينا لقاء تاني ليها استاذ سمير عبد الباقي. رباعية اخيرة لان خلاص في الوقت اسف. اول ما اصحى ديكوها لما نام، اول ما اصحى حناش البر تحسرني، تمص دمي وتخطف روحي تقهرني. الشعر يصفر في شجر قلبي يصير كركم، اصبح وطن مستباح والطفل يهجرني، اشيب وعيب وانهزم لليوت يكسرني. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ سمير عبد الباقي، واحنا يعني فخورين بيك وسعداء بيك ومتاكدين انه ما فيش اي حاجه هتكسرك الله يخليك. انا ارجو بس ان اكون يعني ما اكونش ثقيل الظل على المتفرجين ولا عليكم. لا خالص يا فندم، كنت حقيقي وعبرت عن نفسك بكل بساطه، ويعني افرغت بعض من ذكائي بالحمد. الله يخليك. وانا بشكر قناه دريم يعني، والله يعني شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. الخبر الحلو اللي لازم نختم بيه اسبوعنا ونختم بيه يومنا النهارده
النهارده جالنا تبرعات الحقيقه على مدار النص ساعه اللي فاتت. جالنا 500 جنيه من الاسكندريه، 200 جنيه من فاعل خير، 2000 جنيه من فاعل خير ايضا، 6000. كل اللي ما لهمش اساميهم فاعلي خير 500 جنيه، 300 جنيه، 1000 1000 1000 3000 2000 1000 1000 2000 300 500. كل دول يعني تبرع بيهم اهل الخير مشاهدينا اللي بنشكرهم شكرا جزيلا، بالاضافه الى قيمة 20 حقنة قيمة 10 حقن شهريا من 2 مواطنين مصريين في البحرين. يبقى بالإضافة لقيمة 10 حقن شهريا تقريبا 24,000، بالإضافة لكل التبرعات وكل الأرقام اللي قلتها لحضراتكم النهاردة وصلنا ل 67,650. 67,650 ده غير ال10 حقن اللي هم موجودين بالأساس. يعني الحمد لله كفينا المبلغ، وبإذن الله يعني الفلوس هتروح النهاردة بإذن الله لحساب والد جابر، ومن ثم هيبتدي في أقرب فرصة العلاج، وهنروح وهنصوره وهنشوفه هو بادي العلاج، وهنتابعه بإذن الله بعد ما يقوم بالسلامة ويقدر ان هو يقف على رجليه ويساند والده ويكمل مشواره. انا بشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا، وبنعتذر اذا كنا اثقلنا عليكم. الحكاية ربما ظروف صعبة، الحكاية انسانية تحتمل الكثير من يعني او تحتوي الكثير من الظروف الانسانيه والمرضيه والصحيه والاجتماعيه الصعبه، ولكن الحقيقه احنا كنا بنراهن على كم الخير اللي جواكم واللي جوانا، والحمد لله يعني رهاننا صحيح وكسبنا الرهان، وان كان عمرو سليم بالتاكيد خسر الرهان. بشكركم شكرا جزيلا، وصباحكم يوم السبت باذن الله صباح سليم.